السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم ان شاء الله راح نروح لمكان كثير منكم طلب مني ابراهيم نروح لهالمكان، وكثير منكم كتب في الكومنتات انه ابراهيم روح زور هالمكان، فعشان هيك لازم نروح نزور هالمكان. يلا نروح. اورجيكم ارخص كافي بالعالم. الكافي هذا بده سمبيجون يعني اقل من نص دولار، يعني تقريبا ريالين او ربع دينار اردني. وهيك بنكون اخذنا ارخص كافي بالعالم. ما بعرف اذا هو بالعالم بس يعني رخيص وزاكي سخن. وهيك نكون وصلنا. شوفوا المنظر اللي وراي. اليوم يجينا على الاس ام تاون بناء على رغبتكم. مبنى الاس ام تاون 6 طوابق. بأول طابق ببيعوا شغلات بتخص الكيبوب، اي شيء بخص الفن تبع الكيبوب. مين هالبني ادم؟ حاط توقيعه هون. هاي علب مي موقعين عليها الفنانين. هاي صورهم. الطابق الثالث في الاستوديو اللي بيصوروا فيه الفنانين، ممنوع انه الناس يدخلوا عليه. الطابق الرابع كان موجود فيه بس كافي. خلينا نشوف الطابق الخامس. هون في صور، شايفين كيف؟ ما بعرف اذا هذا للبيع ولا لا. هون كل اشي بخص الكيبوب، حتى المصعد شوفوا صورهم. هون كل فنان له قسم خاص فيه، بكون حاط عليه توقيعه، حاط عليه مثلا شغلات البيع موقع عليها. تعالوا اورجيكم شيء زي هيك. شايفين؟ ما بعرف لمين هاي، بس بكون حاط توقيعه، شغلات الناس يشتروها. وهيك نكون خلصنا من الاس ام تاون. صراحة ما في شغلات كثير اللي اصور لكم اياها. الطابق الوحيد اللي بقدر اصور فيها شغلات اللي هو بس الطابق الثاني، اما باقي الطوابق مسرح وإشي فيه كافي شوب، يعني ما في شغلات كثير. طبعا نفس مكان الاس ام تاون في مول اسمه كويكس مول، تعالوا ناخذ فيه لفة. سيول او تحديدا كوريا بشكل عام تعتبر صغيره، تقريبا حجمها نفس حجم الاردن، بس بتحسها كبيره كثير، بتحسها اكبر بكثير من الاردن. ليش؟ لانه فيها مباني كبيره كثير زي ما انتم شايفين، فبتحسها كبيره، بس هي بالفعل حجمها اصغر من حجم الاردن بشوي. تعرفوا ايش معي؟ كم ده؟ هاي طبعا صراحة ما بعرف ايش هاي. المهم زي الكيكة من برا، زي الكيكة شوفوا، بتكون محشية بكاستر، ما بعرف اذا له اسم ثاني، بس اللي جوا بكون كاستر ومن برا زي الكيكة. طبعا لما تكون سخنة 100%. هاي اكثر اشي بيبيعوها بالشتاء.
تعرفوا انه يوميا لازم اقضي من 3 ل 4 ساعات بالقطار، رايح جاي رايح جاي، يعني القطار لعبتي. شفتوا الكيك بالكاستر اللي اكلته قبل شوي؟ كانت بسطة صبيرة. حاليا بدنا نشتري اغراض ونضلنا رايحين على البيت، بس في شغلة ناقصتني. شايفين هذا الاختراع؟ عانيت كثير من دونه، واخيرا اليوم قررت اني اشتريه. كويس مفيد عشان الفن. لازم تكون فنان بانتقاء البندورة. تعرفوا اليوم ايش راح نطبخ؟ اليوم راح نطبخ بيض. اول اشي ايش؟ نفتح السلاح السري. تطبخ بيض من غير هاي ما راح يزبط، عشان هيك اذا ما عندك هالاشي لازم تروح تشتريه عشان تعمل الحركة السحرية هاي هيك. يلا نبلش طبخ البيض. الحركة الخنفشارية. شكلي كثرت فلفل اسود. تعرفوا انا على ايش اكثر اشي مبسوط اليوم؟ على هاي، عن جد كان من زمان نفسي اشتريها. استاذ الله يرحم ايام زمان لما كنت بالاردن، امي توديني اشتري بندورة. يا ويلي اذا طلعت مش زي هيك. ابشرك يمه حاليا صرت فنان. شوفي نحط حبة هون، نحكي بسم الله. الحمد لله بكون خلصت اكل. صراحه انا ما عمري رحت من قبل على مبنى الاس ام تاون، عشان هيك لما رحت هناك شوي انصدمت. كنت متوقع اني الاقي فيه شغلات اكثر عشان اصور لكم، بس صراحه اللي انا صورت لكم اياه تاكدوا انه هاد كل اشي. يعني هو المبنى 6 طوابق، فيها اشي فيه كافي شوب، اشي فيه سينما، اشي فيه مسرح، اشي فيه تصوير 3D، يعني شغلات ما راح تفيدكم بالفلوج. صورت لكم الشغلات اللي حسيت انها راح تعجبكم، وبتمنى فلوج اليوم عجبكم. وهيك بنكون وصلنا نهايه الفلوج. زي ما بنحكي بنهايه كل فلوج، خليك ايجابي وسلام. السلاح السري عجبتني هاي.